الاهلي يفوز فوز صعب على الداخلية قبل مباراة القمة. صلي على النبي واعمل اشتراك وتعالى اقولك الاهلي يقدر يفوز 2-1 على الداخلية ويكمل سلسلة الانتصارات المتتالية، بداية كالمعتاد من لاعبي الاهلي بالضغط على المدافعين بتوع الداخلية، هجمة ورا هجمة وتضييع كتير من لاعبي الاهلي خلى اعصاب الواحد تتعب جدا. يا ريت ما تزعلوش مني، بس كهربا ومودست الاتنين على قدهم خالص. الاهلي بصراحة يستاهل مهاجمين اقوى من كده، وسام كواليتي كويس ولكن عايز معاه راس حربة كويس عشان الاتنين يقدروا يبدلوا مع بعض. ورضا سليم بصراحة يضايق لما يبقى معاك لاعب اجنبي ومحسوب عليك انه لاعب اجنبي وانت برضو مش لاقيله ميزة. يعني لما تيجي تقول تشويت هو عملها مرة واحدة بس، هتقول سريع يعني مش اسرع حاجة، ولا مهاري برضو على قده. يعني على الانتقادات اللي على بيرس تاو، لا بيرس تاو انت برضو بتقدر تلاقي له مهارة، تقدر تلاقي له سرعة وبيقدر يجيب لك اهداف. هي ساعات بتروح منه بس هو عنده امكانيات محدش يختلف عليها. لكن انا من رأيي ان احنا نجيب لاعب تاني مكان رضا سليم ويكون عنده ميزة المهارة او السرعة، ولو الاتنين مع بعض مش هيخسروا. ده كان رأيي على مركزين بس، يا ريت ما يكونش زعل اي حد، واللي متفق معايا في الرأي دوت يا ريت يقول لي في التعليقات. وبرضه هنقول مبروك للاهلي ومستنيين ماتش القمة. وقبل ما تمشي ما تنساش تعمل لايك والاشتراك واستناني في حلقات جديدة. سلام.